ولا تقولولي مكسوفة ولا مكشوفة، سيبوهم دلوقتي كده على جنب وتعالوا نشوف الكنافة القمر دي. وبما انهم اسامي بقى فاحنا ممكن نسميهم الغندورة والأمورة، مش مهم، مش هتفرق وما تركزوش قوي. لا بجد نتكلم جد شوية، الكنافة دي طعمها خطير جدا وسهلة جدا، تبان ان هي ممكن تبقى صعبة بس فعلا في منتهى السهولة. ركزي معايا في الفيديو عشان تطلع معاكي الناجحة 100%. ويلا بينا على الفيديو على طول، وانتي داخلة كده معايا ما تنسيش تضغطي على لايك، ولو مش مشتركة عندي ياريت تشتركي. اول حاجة بنعملها ان احنا الكنافة لما بنشتريها انا بحطها في الفريزر علشان لما اطلعها يا اما اكسرها بايدي او احطها في الكبة تتكسر بكل سهولة وهي مجمدة. وفي حلة كده تكون اكبر من الكنافة وعالية علشان وانتي بتقلبي ما تبهدليش الدنيا، هتحطي فيها سمن وهتحطي الكنافة بتاعتك بالظبط زي ما يكون بتعملي شعرية. بس الفرق ان انتي اول ما بتطلعيها وهي سخنة بتنزلي عليها الشربات بتاعك، الشربات التقيل، وطبعا الشربات سهل وكل الناس عارفة تعمله وعملناه مع بعض كذا مرة قبل كده. بعد ما تنزلي بالشربات يا دوب ايدك تقدر تلمسها وعلى طول هتشكلي الصواني بتاعتك. الصواني دي بتتفتح وبتطلع الكفر الخارجي ده بيطلع. اما ما عندكيش صواني عادية مفيش مشكلة، مش هتقول لا يعني. واول واحده دي حشيناها بالكاسترد، والكاسترد طريقه عمله سهله لانه بيتجاب في عبوه، والعبوه بيبقى مكتوب عليها طريقه التحضير، يعني سهله جدا. بعد ما بنحط طبقه الكاسترد هنا حطيت كريم شانتيه، والاتنين دول بقى بيليقوا مع بعض جدا وطعمهم حلو جدا قوي مع بعض. كمان طريقة التشكيل بتاعة الكريم شانتيه سهلة جدا، كيس عادي، كيس تلاجة أو كيس حلواني مفيش مشكلة، هتقصيه بالمقص خرم صغنن مش كبير، وهتبدأي تعملي دوامة كده بس وانتي ماشية، ما تمشيش كده مستقيم، لأ حركي ايديكي زي زجزاج كده علشان تطلع معاكي أشكال مش لازم تبقى مظبوطة 100% بس يبقى شكلها لطيف. تاني حشوة هنعملها باللوتس برضو بمنتهى السهولة. طبعا احنا عملنا كتير مع بعض الكريم شانتيه. على فكرة لو ما عندكيش مضرب كهربائي في الوصفة دي تقدري تستخدمي الكبة عادي خالص. ضفت بقى على الكريم شانتيه معلقة كبيرة كده من زبدة اللوتس، وبعدين بقى هنبتدي نوزع في الصينية كده بشكل متساوي بقدر الإمكان ونسويها بقدر الإمكان بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده بالظبط. بس مش هنسيبها كده، طبعا مش لازم تستخدمي سكريبر زي ما انا مستخدمه كده، انت ممكن تستخدمي مسطره بس تكون نضيفه عادي خالص مفيش مشكله، وتساوي بيها السطح، مش لازم يبقى املس قوي يعني عادي، بس يتساوي بقدر الامكان. اخر طبقه بقى عايزين نحول زبده اللوتس دي للصوص كده عشان نقدر نحطه بسهوله، فاحنا خدنا شويه معاهم شويه زيت نباتي، زيت نضيف، وعلى حمام مائي ابتدينا نسيحهم، مايكروويف، اير فراير، اي حاجه زي ما تحبي. وبعدين بنسويه كده بمعلقة او اي حاجة، بس واحنا بنساوي نخلي بالنا ان احنا ما نضغطش على الصوص اللي احنا حطيناه ده علشان ما نضغطش على الكريمة نفسها، بشويش كده من فوق يا دوب ان احنا نوزع كل الصوص اللي احنا حطيناه. وبعدين بقى نشيل الطوق المحطوط دوت، طبعا ما عندكيش الصواني دي بتبقى صواني عادية وتقطعي مفيش اي مشكلة، مش هتقول اي حاجة. اظن كده بقى الأمورة والغندورة اسهل بكتير من المكسوفة والمكشوفة، ولا انتوا ايه رأيكم؟ جربوها وانا واثقه ان شاء الله هتعجبكم. وبكده وصلنا لنهايه الفيديو، ولو عجبك ما تنسيش تضغطي لايك وتشتركي في القناه لو انتي مش مشتركه، واشوفكم الفيديو اللي جاي على خير ان شاء الله.